اهلا بك يا صديقي في فيلمنا الجديد. عاوز اقول لك النهارده جايب لك فيلم مختلف عن اي فيلم شفته معانا قبل كده، حاجه كده فانتازيا وخيال بس اخر جمدان. كل اللي عليك تركز معايا تسمع القصه للنهايه، وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بيبتدي فيلمنا سنه 1633 قبل الميلاد في مدينه جاوا. بنشوف باروز حامي كنز عائلة ديجاما، وبيصحى باروز من النوم لما بيسمع صوت غريب في المكان وبيحس ان في حاجة اتحدفت، واول ما بيصحى بيبقى عايز يشرب حاجة، بس المشكلة انه كان نايم بالمشقلب وكل ما يحط الازازة على بقه تقع على الارض، لحد ما اخيرا بيفهم انه كده غبي ولازم يعدل نفسه الاول عشان يهرب. بس قبل ما يفهم ايه اللي بيحصل حواليه بيطلع له جني من الكتاب وبيقول له اصحى يا عم الحاج عشان احنا بنتغفل، خلي بالك في شوية حرامية داخلين عليك دلوقتي عشان يسرقوا الكنز اللي انت بتحميه ده. وفعلا بيفوق باروز على صوت حد بيحاول انه يفتح الباب وبيفضل يكسر فيه لحد ما فجأة بيلاقي باروز قدامه شوية حرامية دخلوا المكان وبيدوروا على الكنز، وعلى طول بيتأكد باروز ان مفاتيح الكنز معاه عشان يضمن ان محدش هيغفله وياخد منه الكنز. بنشوف بقى ان محدش من الحرامية شايف باروز، وعشان كده بيروحوا على المكان اللي فيه الكنز والفلوس والدهب. في اللحظة دي بيبدأ الحرامية يشموا ريحة غريبة في المكان وبيحسوا ان في حد مراقبهم، بس برضه كل ده من غير ما يشوفوا حد بعينيهم. فجأة بيلاقوا أول واحد منهم اتضرب والتاني بيترمي بعيد، وطبعا باروز هو اللي كان بيعمل كل ده. بيروح بعدها باروز على واحد منهم فاكر نفسه جامد ومطلع سيف وبينزل فيه ضرب وبيكسر بيه باب خشبي قديم. بعدها بقى بيستغل ان محدش فيهم شايفه وبيفضل يضرب ويطوح فيهم يمين وشمال وبيخلي شكلهم وحش، ولما بيقرروا انهم يواجهوه بيجري باروز وبيركب حصان سحري موجود في المكان وبيسحب السيف بتاعه. طبعا كل اللي الحرامية بيشوفوه هو حصان جاي طاير عليهم وفي سيف عليه. المنظر ده بيرعبهم وبيخليهم حاسين ان المكان ده ملبوس ولو فضلوا فيه اكتر من كده هيتقتلوا، علشان كده بيهربوا من المكان بسرعة. وعلى الرغم ان باروز كده خلص عليهم وقدر انه يحمي الكنز، الا انه كان متضايق، وده لانه محبوس في المكان ده ورجليه الاتنين متكتفين. وبيروح يقف باروز قدام المراية عشان يشوف نفسه، بس الحقيقة ان باروز بيشوف الساحرة اللي عملت عليه اللعنة دي علشان يفضل محبوس طول عمره في شكل شبح محدش بيشوفه ويحمي كنز عيلة ديجاما، ومش هتتفك اللعنة من عليه غير لما يسلم الكنز لسليل عيلة ديجاما. بيتضايق باروز وبتنزل دمعة من عينه على الأرض. المهم بقى صديقي سيبك من الزمان القديم ده شوية وتعالى نشوف مدينة جاوا في الوقت الحالي، وده الوقت اللي كانت المدينة منظمة فيه احتفال برؤية المدينة الجديدة. بتوصل السيدة مالا المكان اللي متنظم فيه الاحتفال علشان تقابل رجل الأعمال المشهور رون، واللي بيوصل بطيارته بيرحب بمالا وبيقول لها معلش بنتي إيسا لسه في الطيارة، أصلها تافهة شوية قاعدة طول اليوم على الموبايل، ده غير إنها مطلعة عيني في المدرسة، كل شوية تعمل مقلب في المدرسين بتوعها وتاخد استدعاء ولي أمر، واروح أنا المدرسة أسمع لي كلمتين مالهمش أي لازمة وخلاص. فعلا بنشوف إن إيسا دي مستهترة، بترمي الشنطة بتاعتها من الطيارة وبتنزل تمشي ولا كأنها نازلة بيتها. بيركب رون العربية مع مالا وبنته علشان يوصل لمكان الاجتماع اللي عايز يعمله، لأنه هيمول مشروع بناء كازينو في المدينة. بس طول الطريق بيشوف رون مظاهرات في الشوارع رافضة إنشاء الكازينو ده، لأن أهل المدينة شايفين إن أثرهم أهم بكتير من حتة كازينو لا راح ولا جه. بيوصل رون أخيرا المكان اللي المفروض هيتعمل فيه الكازينو، والصدمة بقى إن المكان ده صديقي يبقى هو نفس المكان اللي فيه كنز عيلة ديجاما وباروز. لما بيوصلوا المكان اللي عايزين يحولوه الكازينو ده بيقعد رون علشان يتفرج على البريزنتيشن اللي هيتقدم عن المكان، واللي فيه بيتعرض على الشاشة تاريخ المدينة لما وصلتها عيلة برتغالية مشهورة سنة 1625 واللي تبقى عيلة ديجاما. بس بما ان القعدة كانت مملة وإيسا كده كده ملهاش في الجو ده، بتسيب القاعة وتطلع تلف شوية في المكان، بتقف تصور اي حاجة غريبة تيجي قدامها من غير ما تعرف انها كده قدام باب الكنز اللي بيحرسه باروز. وبعدها بتسمع مرشد سياحي بيكلم شوية ناس وبيشرح لهم معالم المكان وازاي المكان ده في يوم من الايام كان ملك العيلة ديجاما. فبتروح إيسا تسمع الكلام وبتشوف صور عيلة ديجاما اللي مجمعة فيها كل أفراد العيلة. بس في نص الشرح ده بيدخل طفل من السكان الأصليين لمدينة جاوا ويقول للمرشد أنت بتهري، بتقول إيه؟ المكان ده لازم يفضل مكان أثري وما ينفعش يتباع ولا يتحول لكازينو. فبيتعصب عليه المرشد وبيطرده من المكان، بس بيصعب على إيسا اللي بتطلع وراه وبتقول له إيه رأيك تاخدني لفة بالعجلة عشان أتعرف على الأماكن الأثرية الموجودة في المدينة. فعلا بيسيبها الطفل تركب العجلة، بيفضل يلف معاها لحد ما بيوصلها البيت دجالة غريبة كده، أول ما بتشوفهم بيبصوا عليها من الشباك بتطردهم بسرعة. والغريب بقى إن بعدها بيروح المرشد السياحي وهو معاه لوحة لواحدة من عيلة ديجاما وبيوريها الساحرة وبيقول لها شايفة الصورة دي؟ النهارده ظهرت بنت جديدة في المدينة اسمها إيسا شبهها
بالظبط. لما بتشوف الدجالة الصورة دي بتستغرب وبتقول للمرشد السياحي إن الكلام ده معناه إن في حاجة كبيرة هتحصل قريب ولازم نبقى مستعدين لأي حاجة تحصل. بنرجع بقى من جديد لرون اللي بيرجع قاعد مع مالا في قصر عيلة ديجاما لأنه قريب هيحوله للكازينو بتاعه، بس رون كان متضايق إن أهل المدينة عاملين مظاهرات ضده ومش عايزينه يعمل الكازينو بتاعه، مع إن الكازينو ده هيجيب لهم فلوس أكتر بكتير من قصر عيلة ديجاما المهجور. وفي نص الكلام بيسمع صوت حاجة بتتكسر في أوضة بنته وبيقول لمالا ما تقلقيش، أنا قلت لبنتي دماغها تعبانة شوية ودايما بتسبب مشاكل. وبنشوف بقى إن إيسا وقعت طبق على الأرض كسرته وبتحاول إنها تخبيه عملتها السودة، بس فجأة بتشوف ضوء غريب طالع من ورا الشباك وبتروح تشوف الضوء ده جاي من إيه، فبتشوف جسم غريب منور وبيتحرك، ومن غير ما تحس إيسا بتلاقي نفسها ماشية ورا الجسم المضيء ده واللي كان واخدها على المكان اللي فيه الكنز. فعلا فجأة بتلاقي الأرض بتتفتح وبيظهر سلم تحت الأرض عشان تنزل إيسا تمشي عليه، وكل ده وهي ماشية ورا الجسم المضيء. طبعا بيحس جني الكتاب وباروز إن في حاجة غلط وإن في شخص قرب جدا من مكانهم، وفي الحقيقة باب الكنز اتفتح قدام إيسا من غير ما تعمل حاجة، بس البنت بتخاف لما الباب بيتفتح وبتطلع تجري وهي مرعوبة من غير ما تاخد بالها إن الموبايل بتاعها وقع على الأرض. إنما بقى باروز بيلاقي نفسه فجأة اتحرر من السلاسل اللي كانت رابطة رجله وهو وراه خر مش بيبقى فاهم اللي بيحصل ده. في الوقت ده جني الكتاب بياخد الموبايل من على الأرض وهو طبعا مش عارف ده يطلع إيه. إنما بقى باروز كان مصدق إن رجله اتحررت وعلى طول بيطلع أخيرا من القصر اللي فضل محبوس فيه طول الوقت ده. ولما بيطلع باروز الشارع بيلاقي الناس عاملة احتفالات بوصول المحافظ اللي كان عمال يشاور للناس ويسلم عليهم. في اللحظة دي بيفتكر باروز اللي حصل معاه زمان لما كان مجرد خدام لعيلة ديجاما وفجأة حصل هجوم على القصر بتاعهم، وقتها أمروا كريستافو ديجاما إنه ياخد رمح العيلة ويشيله في مكان بعيد عشان محدش يقدر ياخده ولا يلاقيه. كمان بيفتكر باروز أيام ما كان بيلعب مع بنت كريستافو واللي زي ما بنشوف شبه إيزا بالظبط. طبعا بيفضل باروز يقلب على نفسه المواجع لحد ما بيتضايق وبيشرب شوية عشان ينسى البهدلة اللي شافها دي من بعد ما تحول لشبح، وبيروح جني الكتاب يقعد جنبه علشان يواسيه شوية بدل الحالة الضنك اللي وصل لها دي. وقتها بقى جني الكتاب بيفتح الكتاب وبيقول لباروز مادام باب فتح قدام البنت دي يبقى أكيد ليها علاقة بعيلة ديجاما، ما تنساش إن القيود اللي على رجلك اتفكت لما البنت فتحت الباب. وبما إن دلوقتي باروز لازم يلاقي أيسا تاني بيديله الجني موبايل أيسا اللي وقعته منها، بس لما بيحاول باروز يبص على صورة أيسا مش بيعرف يشوفها لأن الشاشة كانت مكسورة من عند صورتها. بياخد بعدها باروز الموبايل وجني الكتاب وبيفضل ماشي في الشارع من غير ما حد طبعا يشوفه ولا ياخد باله منه، لحد ما بيرجع قصر عيلة ديجاما من جديد وبيدخل القاعة اللي فيها الاجتماعات، وكل ده ولا في أي حد شايفه. بما إنه زهقان ومش لاقي حاجة يعملها بيفضل يزاول كل اللي في المكان ويلعب في وش البت دي، بعد كده يروح يشد الكرسي من تحت الراجل ده. بس المشكلة بقى إن أيسا بتلبس نظارة شغالة بالإكس راي بتقدر إنها تشوف باروز والجني اللي معاه، وبتشاور عليه للظابط اللي في المكان وبتقول له اللي شد الكرسي هناك أهو. طبعا الظابط بيقول عليها متخلفة وده لأنه مش شايف أي حاجة، وعشان تخليه يصدقها بتديله النضارة، بس برضه الظابط ولا بيشوف أي حاجة. بتاخد أيسا النضارة تاني وبتروح جري ورا باروز اللي كان عمال بيجري في المكان وبيعدي من الحيطان بعد ما حد شافه بعد ما عاش 400 سنة ما حدش يعرف عنه حاجة. ولما بيسمع رون الصوت اللي في المكان ده بيطلع يجري وراهم هو كمان عشان يعرف ايه اللي بيحصل، وباروز بقى بيفضل يتنطط يمين وشمال لحد ما بيطلع على الحيطة، وهنا بقى بياخد الصدمة الكبيرة، وده لأن أيسا بتقدر إنها تشوفه حتى وهي قلعة النضارة. بتفضل تشاور لكل اللي واقفين جنبها على الحيطة وتقول لهم اللي كان عامل قلق في قاعة الاجتماعات اهو متشعلق على الحيطة، بس طبعا محدش كان شايفه. وبيقول لهم رون معلش يا جماعة أصل بنتي مجنونة ودايما كده بتشوف حاجات مش موجودة، وبياخدوا البنت من غير ما يصدقوها ويمشوا من المكان. بس كل اللي حصل ده بيخلي باروز متأكد إن البنت دي في حاجة وراها وأكيد تبقى من سليل عائلة ديجاما. في نفس الوقت ده بقى كان المرشد السياحي بيروح يقابل الدجالة وبيقول لها إن باروز حصل حاجة غريبة معاه وشكله قريب هيظهر للعلن علشان ينتقم منه براحتنا. فعلا بنشوف إن الدجالة شايفة كل تحركات باروز عندها ومستنياه يقع في إيديها. بترجع بقى أيسا القصر وهي متضايقة عشان محدش راضي يصدقها، والظابط اقتنع إنها مجنونة رسمي وقال لمعلق شوف البت دي مالها عشان إحنا مش ناقصين جنان. طبعا بتتضايق أيسا لما بتسمع الكلام ده وبتروح تقف على البحر شوية، وهناك بتلاقي باروز قاعد على عمود في نص المية وبتقول له أنت مين وليه أنا الوحيدة اللي بشوفك؟ فبيقول لها تعالي هنا وأنا أقول لك ليه أنت اللي بتشوفيني والباقي لأ. طبعا بتقول عليه مجنون لأن مفيش أي طريقة توصله بيها وهو في نص المية، فبيقول لها امشي انت بس وما تشغليش بالك. فعلا بتقدر أيسا إنها تمشي على المية لحد ما بتوصل لباروز اللي بيقول لها أنت عندك قوة خارقة وإنك تمشي على المية ده أقل قوة عندك.
لو عايزة تشوفي باقي قواك الحقيقية يبقى لازم تنزلي تحت. قبل ما تفهم أيسا على اللي بيحصل بتلاقي نفسها واقعة تحت المية، بس الغريب بقى إنها بتقدر تتنفس وبتبقى منبهرة جدا بالمنظر تحت المية، وبتفضل تعوم ورا السمك وبتتكلم معاهم لحد ما سمكة بتديها عقد عليه صورتها، وطبعا بتتبسط أيسا جدا بالمنظر. بعدها بقى بتروح تتكلم مع الأخطبوط كبير السمك ده كله اللي بيقول لها إنها مرحب بيها في أي وقت في المملكة بتاعتها. وبعد ما بتخلص بتطلع أيسا من المية لأن أبوها كان بدأ يقلق عليها، ولأنه طبعا مش هيصدق لو حكيت له اللي حصل. بيروح بعدها باروز يقعد جنبها وبيقول لها أنا عارف إن كل اللي أنت بتعدي بيه ده دلوقتي كتير على عقلك إنك تستوعبيه، بس القدر شايل لك حاجة كبيرة جدا. وبيديها الموبايل بتاعها وبيقول لها أنت أكيد بتدوري عليه من فترة، بس لما بتاخده أيسا مش بتعرف تفتحه لأن شاشته مكسورة. بتقول لباروز إنها مش فارق معاها الموبايل دلوقتي، وده لأنها شايلة هم الحفلة اللي أبوها عاملها والمفروض تغني فيها، وده لأن علاقتها بأبوها مش أحسن حاجة لأنه دايما شايفها مجنونة ومش مسؤولة ودايما بتعمل مشاكل. بس باروز بيقول لها إنه هيساعدها وبياخدها وبيروح معاها لحد المسرح اللي المفروض هتأدي عليه أغنية. بيفضل واقف جنبها لحد ما بتغني بصوت جميل بيخلي كل اللي في المكان مبسوط وبتكيف على الآخر. بعد ما بتخلص أيسا أغنيتها بيطلع رون على المسرح وهو مبسوط منها وبيديها بوكيه ورد، بس طبعا أيسا بتبقى متضايقة منه وبتاخد بوكيه الورد وبترميه في المية. بيشوفها طبعا باروز اللي بيبقى متعاطف معاها، واللي حصل ده بيخليه يرجع يفتكر اللي حصل من زمان من 400 سنة بعد هجوم جيش الأعداء على قصر عيلة دجامة. وبعد ما اتصاب عدد كبير من اللي عايشين في القصر حاول باروز انه يساعد كام واحد كده من المصابين، لحد ما بيكتشف ان كريستافو نفسه اتصاب إصابة قوية ومراته خايفة عليه وبتحاول انها تجيب اي حد يعالجه. بيروح على طول باروز على كريستافو وبيعرف ان حالته صعبة جدا وبيقول لهم ان الحل الوحيد هو الراحة. بس مرات كريستافو بتقول ان في دجالة مشهورة في المدينة هي الوحيدة اللي ممكن تنقذ جوزها في الحالة دي. لما بيوصلوا للدجالة بتقول لهم ان حالة كريستافو بقت صعبة ومستحيل يخف بالعلاج الطبيعي، الحل الوحيد ان حد من رجالته يضحي مكانه ويديله روحه مقابل انه يتعمل عليه تعويذة. طبعا كل رجالة كريستافو أول ما بيسمعوا الكلام ده بيفضلوا يكلموا بعض وبيقرروا إنهم يخلعوا من القصة دي. وقتها بقى الخادم المخلص باروز بيقول للدجالة إنه مستعد يضحي بروحه مقابل إن كريستافو يفضل عايش. فعلا بيخلع قميصه وبتبدأ الدجالة في سحرها الأسود عليه وبتجرحه جرح في ظهره وبتدخل تعابين من الجرح ده عشان تعمل التعويذة بتاعتها. ولما بتشوف بنت كريستافو اللي بيحصل ده بتزعل على صاحبها باروز وبتفضل تعيط، بس خلاص ما كانش حد قادر يعمل حاجة علشان ينقذ باروز. المهم بقى يا صديقي ان باروز بيحكي كل اللي حصل ده لأيسا وبياخدها معاه على المكان اللي فيه الكنز، وبيقول لها ان كل الكنوز دي هتبقى بتاعتها قريب بما انها الوريث الشرعي للكنز. وبعد ما بيخلص باروز كلام معاها بتقوم أيسا تتمشى شوية في المكان وهي مش مصدقة ان كل الكنوز دي تبقى بتاعتها. ولما بيشوفها باروز منبهرة قوي كده بالحاجة بيقرر انه يخلص بقى من مهمته اللي فضل لابسها دي طول عمره، وبيطلع المفاتيح وبيقعد على ركبته وبيقول لها أرجوكي خلصيني من اللي انا فيه واستلمي مفاتيح الكنز. بس طبعا أيسا بتحس ان دي شيلة عليها وبتحط ايديها ورا ظهرها وبترفض انها تاخد منه حاجة وبتطلع تجري. بس قبل ما تمشي من المكان بيقول لها باروز مادام مش هتاخدي المفاتيح خدي بوكيه الورد بتاع ابوكي علشان لما يسألك كنت فين كل ده تقولي له كنت بجيب البوكيه بدل ما يحط عليكي وترجعي تعيطي وتقرفينا. فعلا بتمشي أيسا وبتسيب باروز نايم مش طايق نفسه بعد ما عرف انه غالبا هيفضل لابس قصة حماية الكنز ده، وبيجيب جن الكتاب يقعد جنبه شوية يسليه بدل العته اللي هو فيه ده. المهم بقى يا صديقي ان أيسا بترجع اوضتها وبتروح لابوه تديله بوكيه الورد وبتقوله انها بتحبه وحتى لو تصرفاتها بتقول عكس كده. طبعا ابوها بيقول لها انه بيحبها هي كمان وبيديها ورقه وبيقول لها انت عارفه اني كاتب جزء من الكازينو باسمك علشان تعرفي انك بنتي الوحيده اللي لازم اعوضها عن غياب امها. المشكله بقى يا صديقي ان الدجاله بعد ما عرفت ان خلاص باروز لقى الوريثه الشرعيه للكنز وقريب جدا هيطلع من التعويذه اللي هو فيها دي بتقرر انها تعمل تعويذه تدمر بيها الكنز عشان ما يقدرش يسلم الكنز لحد من عيله دجامه، وبكده يفضل طول عمره عايش شبح محدش شايفه. وبتدي الدجاله المرشد السياحي التعويذه الجديده اللي عملتها على العقرب وبتقول له تروح تحط العقرب ده على باب الكنز. وفعلا بعد ما بيحط المرشد السياحي العقرب على باب الكنز بتبدا حاجات غريبه تحصل والنار بتمسك في كام تمثال كده موجود. وقتها بقى بيجري جن الكتاب يفتح الكتاب بسرعه عشان يلاقي حل للقصه الحزينه اللي هم فيها. في نفس الوقت ده بقى فوق المكان اللي فيه الكنز كان معمول مزاد عشان يتباع القصر ده باللي فيه وكل واحد بيقدم السعر اللي يعجبه. في الوقت ده بقى بيقرر باروز انه يستخدم سلاحه الاخير اللي كل ده كان مخبيه وهو استدعاء روح الامير كريستافو. وفي اللحظه دي بتدخل أيسا المكان وبتتصدم لما بتلاقي باروز بيستدعي روح كريستافو
اللي بيطلع من تحت الأرض وبيسحب سيفه. وطبعا المشهد ده بيخلي عايسة تتشجع جدا وبتقف مش مصدقة نفسها قدام كريستافو لحد ما بيهجم شوية جنود لابسين لبس حربي وبيرموا كام حربة كده بيبعدوا عايسة عن المكان. وبيقف بقى باروز لوحده قدام الجنود اللي فاكرين نفسهم جامدين دول. في الأول بيتكتروا عليه وبينزلوا في ضرب وبيرموه على الأرض، بس باروز بيستجمع شجاعته وبيقوم يدور فيهم الضرب، وبيمسك الأول يديله واحدة تجيب أجله وبيدي التاني يد يلزقه في الحيطة، وبعدها بيسحب سيفه وبينزل فيهم يمين وشمال لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وكل ده الدجالة هي اللي بتتحكم فيهم. بعدها بقى بيروح باروز ياخد كريستافو بالحضن وبيقول له أخيرا رجعت يا أمير. بس الصدمة بقى إن كريستافو بيطلع سيفه بيطعن باروز اللي مش بيصدق اللي حصل ده، وبيرجع خطوتين لورا كده وبيقع من إيده السيف والدرع. بنشوف بقى إن الدجالة هي السبب في كل ده لأنها هي اللي بتتحكم في كريستافو اللي بيمسك سيفه وبيجري عشان يخلص على أيسا، لأنها بالطريقة دي هتضمن إن مستحيل باروز يعرف يسلم الكنز لحد. بس طبعا يا صديقي باروز مش بيسكت على اللي بيحصل ده، وبيطلع يجري يقف قدام أيسا وياخد هو كام طعنة دول قبل ما يسحب سيفه ويبدأ يبارس كريستافو اللي كان قوي. وطبعا إصابات باروز كانت مؤثرة عليه مش مخليه قادر يتحرك. بس لما بيخطف كريستافو أيسا بيجري عليه باروز وياخد منه البنت وبيرميه على ترس بيلف وبيخلص عليه. وقتها بتطلع التعابين اللي كانت دخلت في جسمه وقت التعويذة القديمة، وبكده باروز بيفتكر انه خلاص بقى في السليم وخلص على كريستافو للأبد. بس طبعا الدجالة بتعمل تعويذة جديدة وبتقدر انها تعمل نسخة جديدة من كريستافو، واول ما بيشوفوا باروز بيتصدم وبيعرف انه المرة دي في حرب صعبة لازم يبقى في قمة استعداده عشان يطلع منها. بس المشكلة بقى ان كريستافو الجديد ده بيبقى عنده ايد كابوريا بيمسك بيها باروز من رقبته وبيفضل يخنق فيه لحد ما يبقى هيخلص عليه. فبتطلع تجري أيسا عليه وبتطعنه برمح في ظهره. الضربة دي بتعطل كريستافو بس مش بتقتله، وبيقدر انه يخلع منها وبيرجع يرمي أيسا بعيد، وبعدها بيرجع من جديد عشان يخنق باروز اللي المرة دي كان هيموت بجد. بس فجأة بينادي باروز على أيسا وبيقول لها تضرب كريستافو بسلاح التراب السحري، وفعلا بتتشجع وبتضرب بيه كريستافو ضربة بتخلص عليه للأبد. وطبعا بتخلص كمان على الدجالة اللي كانت بتتحكم في كريستافو. وبما انها اظهرت شجاعتها اخيرا بيقرر باروز انه يسلمها المفاتيح بتاعه الكنز، والمره دي بتاخدها منها أيسا. وكل ده طبعا المزاد كان شغال فوق ولا كأن في اي حاجه بتحصل. بس فجأة بعد ما بتستلم أيسا المفاتيح وبتفتح البوابات بيحس كل اللي في القصر ان في حاجه غلط بتحصل ومحدش بيبقى فاهم ده بيحصل ليه. بس أيسا برضو بتسأل باروز دلوقتي هيبقى مصيره ايه، فبيقول لها انه بكده يقدر اخيرا يموت في سلام بس روحه هتفضل دايما حواليها. بيموت اخيرا باروز وبترقد روحه في سلام. وفي المشهد الختامي بنشوف حفلة غنائية في البرتغال، وبتطلع أيسا تغني نفس الأغنية اللي كانت غنتها مع باروز، وبتطلع بره المكان تلاقي روح الحاج باروز بتهفهف حوالين المكان. هنا بيخلص فيلمنا، فما تنساش بقى لو الفيلم عجبك يا صديقي حط لايك، سيب كومنت جميل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.